السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلوج جديد. بقالي كتير قوي 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 فعلا ما سجلتش، بس انا قلت ايه ارجع وقلت اسجل اي حاجة. انا عارف ان المنظر صعب شوية دلوقتي، بحيث ان الاضاءة غريبة جدا ومش متنظمة. انا مجرد بس فتحت الاباجورة، جبت السيت اب وركبت الكاميرا وقلت يلا بينا نبتدي ونتكلم، بحيث ان احنا نكسر اللوب اللي انا دايما بدخل فيه، لوب البرفكشنزم، لوب المثالية. دوامة صعب قوي انك تخرج منها لو انت زيي، لو انت انا صعب تخرج منها. فيعني الموضوع عندي اللي هو حب المثالية ومش المثلية، علشان المثالية غير المثلية برضو، عشان توضيح مهم جدا بقى. يعني ده اهم حاجه ممكن اكون قلتها في الفيديو ده. فيعني عارف ان انا بحاول اتغلب على المثاليه، عارف ان انا بحاول اتغلب على التسويف، وده برضو ما بيبقاش سهل. انت بتبقى مجهد نفسيا، بتبقى تعبان جسديا. خرجت النهارده رحت مشوار، فيعني جيت مش قادر بقى، خلاص تعالى النهارده نخليها بقيه اليوم بلاي ستيشن بقى، او بقيه اليوم ان انا اقعد اتفرج على اليوتيوب او ابقى ماسك التليفون. نفضل قاعدين كده، يعني اللي هو نعمل اي حاجه لحد ما ننام، اللي هو ايه، تفضل كده انت باصص للساعه اللي هو لا لسه ما جاش مواعيد نومي، بس يعني هعمل اي حاجه عشان تضيع الوقت. فبتحس ان انت مش عايش. انا عارف ان انا تعبان، وعارف ان انا ليا حق ان انا اريح لو انا تعبان، بس بقدر، يعني مش اريح للابد. وعارف ان انا برضو ليا حق ان انا اعيش واعمل واجباتي ومسؤولياتي واعمل الحاجه اللي انا بحب اعملها، حتى برضو لو تعبان، علشان عمري ما هبقى مستريح. يعني انا عمري ما هبقى دايما عندي الطاقه 100%. في ايام بصحى من النوم مصدع جدا، في ايام بصحى عايز اخد اليوم بطيء على الاخر، في ايام بكون عايز اصحى واشتغل واعمل يعني متحمس، وفي ايام بصحى عادي، يعني لو مفيش حاجه، يعني مفيش احساس معين، مفيش تعب او ارهاق، بس لو انا عادي نورمال. فدي حاجه غير متوقعه، الطاقه بتاعتي غير متوقعه، المود بتاعي غير متوقع. لو انا اعتمدت عليه انا ممكن اشتغل يوم واحد بس في الاسبوع، ممكن اشتغل يوم واحد في اسبوعين. فمش هخلص لو حبيت اعتمد على المود بتاعي، مش هخلص لو حبيت اعتمد على الطاقه بتاعتي. وانا حاليا بقول لك الكلام ده وانا الطاقه بتاعتي قليله جدا. يعني النهارده انا بذلت مجهود جسدي ما بذلتوش بقالي كام يوم، فتعبان. لكن لو انا قلت ان انا هقعد اكمل اليوم ده كده سوشيال ميديا ونفضل قاعدين كده لحد ما تفرج، مش هنخلص. فعشان كده قلت اقوم اخدك معايا نشوف هنعمل ايه. 2 hours later. يعني زي ما انتم شايفين فاتح يوتيوب، حاجه عظيمه جدا. ما كانش البلان بتاعي ان انا افتح يوتيوب وافضل قاعد اتفرج لمده طويله. البلان بتاعي ان انا كنت ابتدي الفلوج، والصراحه عدى وقت طويل قوي يعني من الشوط اللي فات. لو انرجي، بماطل في حرب نفسيه شديده جدا مع نفسي ان انا المفروض اعمل حاجه دلوقتي، بس انا مش قادر عشان مفرهد جسمانيا. وحرفيا كل النصيحه اللي انا اديتها لك في اول الفلوج على ان هو انت عمرك ما هتعرف تعتمد على المود بتاعك، ما طبقتهاش خالص. بس ده يؤكد اكتر نصيحه ان انا اعتمدت على المود بتاعي وفي الاخر ما عملتش حاجه. بس قلت امسك الكاميرا واقول لك حرفيا ده بيؤكد لك اللي انا عملته ده، من ان انا مطلت وقعدت اتفرج على اليوتيوب شويه، وان انا قعدت يعني عملت عشاء وكلت وكده وماشي، ومفيش مشكله في انك تاكل يعني، بس ان هو ايه، قعدت يعني خلاص بقى، لو اعتزلت النهارده كده مهامي في الحياه. يعني خلاص انا كده بطلت، فاهم، بطلت اي حاجه. الحياه ما بتمشيش كده والله، والواحد لازم يعمل حاجه، لازم الواحد يعمل حاجه حتى لو هو فعلا مفقوع. وانا عارف ان انا مفقوع ومهمدان وكده وتعبان، بس الحياه ما بتمشيش كده. فانا قلت امسك الكاميرا واقول لك، علشان الصراحه دي حاجه انا يعني عايز ارفع بيها المود بتاعي شويه، ان انا اتكلم معاكم في الحوار ده. وعارف ان هي يعني تيكس شجاعه برضه ان انا اقول لك حاجه زي كده، عشان انا برضه يعني عايز اكون متفاهم مع نفسي ومتصالح مع نفسي. عادي ان انت تطلع تقول مثلا ان انت غلطت بانك ما طبقتش النصيحه اللي انت قلتها. لما انا قعدت افكر في ان انا نفسي يبقى المود بتاعي يبقى احلى، طب اعمل ايه؟ اقوم اعمل شاي، عملت شاي، بعدين قعدت، بعدين فتحت اليوتيوب وقلت بص هقعد اتفرج على كام فيديو كده، بعدين ايه، اقوم يعني هشحن كده شويه، هريح. طبعا الفرجه على اليوتيوب مش راحه، دي مش حاجه بتخليك تريتشارج، عشان عارف ان انا بذلت مجهود اصلا في ان انا اتفرج، وان انا اقعد افكر قد ايه انا نفسي اشتغل وان انا قاعد ما بشتغلش دلوقتي. فده خلاني ابذل مجهود نفسي وعقلي ومشاعري وكل حاجه. لما حاولت ان انا ابقى في مود حلو بان انا اريح او ان انا اجل، علشان لو انا اجلت الفلوج احتمال ابقى في مود احلى بعدين، ده ما حصلش. انا لسه في نفس المود، انا لسه تعبان، بس ده الابديت بتاعي النهارده يعني. فربنا يسهل الحال، لازم الواحد يستعين بربنا علشان يعمل اي حاجه، عشان في الاول وفي الاخر لا حول ولا قوه الا بالله. فانت حالك مش هيتغير، وانت حالتك مش هتتحول او تتغير الا بربنا. وانت القوه اللي عندك اللي ربنا وهبها لك هي من ربنا مش منك انت. انا مش بقول الكلام ده علشان تفتكر ان الموضوع اللي هو ايه، انا مستني بقى الفرج يجي ومستني بقى ان انا ايه يبقى كده، فاهم انت. فانا يعني ان شاء الله، فاهم، لا احنا بنتوكل
احنا بنعمل اللي علينا، احنا ايه اللي في ايديا اعمله دلوقتي وهعمله. لما تعمل كده انت بتتوكل على الله وتحتسب ان انا بتوكل عليك يا رب فاساعدني، وما يتوكل على الله فهو حسبه. انت اي مشكله بتحاول تطلع منها تقول انا هتوكل على الله خلاص، هدعي ربنا، هلجأ لربنا واقول يا رب انا ما اقدرش اعمل اي حاجه بنفسي، وبعديها هبتدي اشوف ايه اول حاجه المفروض اعملها واعملها. اللي في مقدرتي ان انا اعمله دلوقتي هعمله، عشان انا لا املك حاجه دلوقتي خالص غير ان انا في الحاضر ده. ما اقدرش اغير اللي فات، ولا اقدر اعمل حاجه في المستقبل، ولا ضامن حاجه في المستقبل، ولا عارف حاجه عن المستقبل. فاللي هعمله دلوقتي يا رب ان انا هتوكل عليك. التاسك اللي عليا اللي المفروض يتعمل هعمله. البدايه لازم ابتدي. وعايز برضو يعني ان انا اقول لكل يوتيوبر، ده برضو موضوع هتكلم عليه ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي اللي انا بكتب له السكريبت دلوقتي باذن الله. بس هدي لك هنت كده عن الفيديو الجاي، ان انا عايز اقول لكل فلوجر بيعمل فلوجز زي اللي انا بعملها دي، ان انت حاول انك تبقى ريل. لو انت دخلت في تجربه فاشله قول ان انت فشلت فيها، عشان انت كده بتظهر على اليوتيوب او المنصه اللي انت بتنشر عليها as yourself. انت فعلا بتظهر بمضمونك فعلا، وبتظهر على حقيقتك. ان انا مش كل حاجه كفلوجر بعملها قصاد الناس هي عباره عن النجاحات، عن الانجازات، عن الجمدان، وعن كل حاجه انا كسبتها، وكل التشالنجز اللي انا عملتها وكسبتها، او كل الكتب اللي انا خلصتها. انا شايف ان ما ينفعش ان احنا نرسم صوره زي كده للناس، عشان احنا في الاول في الاخر انا عارف الاودينس اللي انا بكلمه من الفلوجرز اللي هم منهم شويه عارفيني وانا عارفهم طبعا، ناس محترمه. احنا مش عايزين نرسم للناس صوره ان احنا بيرفكت، ان احنا بننجز، بننجح، بنكسر الدنيا، بنقفل مناهج من كل النواحي. انا تمام من كل النواحي في الحياه، انا مظبوط. احنا مش كده. احنا بنسوف، احنا بنماطل، احنا بنكتئب، بنحزن وبنفشل كتير علشان يبان النجاح اللي انت بتشوفه نجاح على اليوتيوب. فانا قلت خلينا اعمل كده، خلينا اقول لك ان انا فعلا انا مطلت وانا سوفت، صورت لك اللي حصل. انا ما كنتش مخطط ان انا اخش اكمل تاني اعمل فلوج، قلت خلاص هستسلم، لكن قلت امسك الكاميرا كده بس واقول كلمتين، ولقيت نفسي قلت لك في الاخر اللي حصل. تجربه المماطله دي عملت معايا ايه؟ خلتني حرفيا ما اعملش اي حاجه. مش خلينا نقعد في حته فيها اضاءه. لما حسيت باكتئاب شنيع في الاخر مسكت الكاميرا وقلت لكم على اللي حصل من حزن ومن اكتئاب. محتاجين نقول للناس ان احنا بنفشل، بنحزن، بنكتئب، مش علشان نخلي الناس تسوف وتماطل وتكتئب، لكن علشان نقول لهم ان احنا كده كده احنا زيكم. مش بقول ان احنا يعني واقفين على القبه، احنا زيكم وبنحاول نتواضع، لا، هو احنا فعلا زي الناس، واحنا الناس اصلا عادي. فبس بقول اللي هو ايه، تعالوا بس نشيل كده، مش عارف اللي انا بعمله ده ايه، بس نشيل فكره ان هو ايه، ان احنا بيرفكت وأوبا في النجاحات والاسطوره في البرودكتيفيتي وفي الانتاجيه. لا، احنا مش تنانين، لا، احنا برضو ساعات بيعدي علينا مراحل في حياتنا بنلاقي نفسنا فعلا نزلنا في القاع، وبنحاول ناخد نفسنا من تحت، وربنا بيسترها في الاخر، وربنا بيكرمنا وبيرزقنا بان احنا نقوم ونشد كده، نرجع تاني للانتاجيه وللكتب وللفلوجات والحاجات الجميله دي كلها. فده مثال على اللي بيحصل. ده يعتبر زي ايه، امل تقدر تاخده. انا كصاحبك اهو، حبيبك، وانا عايز اكون كده، مش بقولها كده وخلاص، فعلا انا بقول كده من قلبي ان انا اهو كصاحبك. يلا قوم يلا قوم اعمل، وقوم شوف اللي انت كنت عايز تعمل، وعادي سيب اليوتيوب، ما مش هيطير في الاخر. انا اليوتيوب ما بيطرش، كل حاجه بتنزل تاني، في فيديوهات جديده دايما بتنزل، فانت مش هيفوتك اي حاجه عشان كل الفيديوهات بتتعاد، كل الفيديوهات نفس الحاجه في الاخر. ده بيهزر، ده بيحاول يقول لك حاجات مفيده، كلام المفيد هيفضل كلام مفيد، والهزار هيفضل هزار، والناس هتفضل زي ما هي، مفيش حاجه هتحصل جديده. حتى لو حصل حاجه جديده هي ما تستاهلش ان هي تاخد من وقتك ومن حياتك ومن مجهودك بقدر كبير قوي، بحيث ان هو يطغى على مسؤولياتك، اهتماماتك، شغلك، تقدمك، قربك من ربنا. وعارف ان انا بقول لك الكلام ده من على اليوتيوب، وده المنصه الوحيده اللي انا بحب انشر من عليها الصراحه، وما بحبش انشر على السوشيال ميديا كلها يعني. بس تعالى نتفرج بالقدر الكافي، تعالى نتفرج بالقدر الكافي. انا ذات نفسي مش واثق اصلا من الفيديو ده هيترفع ولا لا، فنخليها على الله، وان شاء الله يترفع. انا نفسي ان هو يترفع. حاسس ان انا I will get judged من الناس، واللي هو ايه يا اسطى الجانب الغريب ده، وانت عاده كنت بتوري ان انت تنين مجنح بيعمل حاجات جامده جدا، وانا مش فاهم التجربه دي، وتحسها تجربه ناقصه. وبرده يعني تجربه اللي هو ايه، اول فلوج انا كنت بقول لك كده يلا بينا بقى هنشد الدنيا، وبعديها ب3 ساعات خلاص انا هخش انام تصبح على خير. ويعني اللي هو ايه، انا مطلت، ولما مطلت ما حصلش حاجه حلوه خالص يعني. كل اللي حصل هبل وهطل وتضييع وقت. فتعالوا نرسم الصوره الصح، تعالوا نرسم الصوره الكامله. احنا بننجح وبنفشل، والفشل هو طريق النجاح. اللي
حصل النهارده ده ان شاء الله باذن الله يكون حاجه كويسه لنجاح بعد كده، ماشي؟ بس ما اعرفش بقى النجاح ايه هو، بس يعني ان شاء الله الدنيا تبقى تمام. وهكون شاكر ليك جدا لو عملت لايك وسبسكرايب وفعلت زر الجرس بتاع اليوتيوب. مش عارف اللي انا بعمله. المهم تصبحوا على خير. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش عارف ايه كشاف العربيه اللي انا فتحته ده.